لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في هذا نوفيل فيديو في ماشين يوتيوب. كنصور لكم من الدار ديال ماما. عرفتوا كنحماق على التصوير هنايا. التصوير هنا مبدل بزاف على الدار عندي انا. الدار عندي انا مظلامه شويه، ما فيهاش الضوء، واخا كنعيا نشعل في الضوء والو، الا ما شعلتش الرينغ لايت راه التصوير عندي نول. ولكن هنايا جيت لبيتي توحشت اختي، يلاه ردعت ولدي بدلت ليه وحطيتو عند ماما، ودابا جيت باش نصور لكم هذا الفيديو لحقاش الا ما صورتهاش دابا ما عرفت فوقاش غادي تصور. المهم الفيديو ديالنا ديال اليوم كيف ما شفتوا غادي نحاول انني نجاوب البنات على بزاف ديال الاسئله اللي تطرحوا عليا، والاسئله كنخليكم انكم تطرحوهم في الانستغرام ديالي اللي هو صفاء بيوتي اوفيسيال. دونك البنات ما تنساوش انكم تتابعوني في الانستغرام ديالي، انا نقدر نخلي لكم هنايا هنا ولا هنا، ولا نسيت راه هو صفاء بيوتي اوفيسيال. مرحبا بكم. دونك كنجاوب على لي ميساج، كنجاوب على لي كومونتير، كنخلي لكم الا كنت غابره هنا في يوتيوب كتلقاوني في لي ستوري انستغرام، فمرحبا بكم. المهم كانوا بزاف ديال الاسئله، انا حاولت انني نختار منهم الاسئله اللي هما مطلوبين بزاف، اللي تطرحوا بزاف وهما اللي عزلت، فبقوا معايا وما تمشيوش. نبداو باول سؤال اللي هو ديال هاد البنيته، وكان مطروح حتى هو بزاف اللي هو علاش صفاء اختاريتي تولدي سيزاريان. دونك هادي اول حاجه خصني نجاوب عليها، علاش اختاريتي تولدي سيزاريان، واش فاتك وقت ديال الولاده. فاول حاجه غادي نقول لك هو ما فاتنيش الوقت ديال الولاده، بالعكس ولدت بسيمانه قبل من السيمانه ديالي. فاش كتكوني دايره سيزاريان كيبروغرامي معاك النهار. بالنسبه للسيزاريان انا اختاريتها صراحه، كان اختيار ديالي، ما ضربني حد، ما جرني حد، ما قال لي بزز عليا حد. فالاختيار كان ديالي. انا نشرح لكم علاش. انا ما غاديش اعذر نقول انا ما غاديش نقدر على الولاده الطبيعيه، الجو ديالها غادي يغلبني، انا ما نقدرش على انني نجلس في داك الجو، وسورتو كانني متبعه مع طبيب، وتبقاي راكم عارفين الوضعيه ديال الوضعيه اللي كتكوني جالسه فيها في الولاده، وتبقاي يبقاو عليك زحمه خوتي هادي. وانا عندي يمكن عندي مشكل في التنفس، فكنتخنق، كيوقعوا لي بزاف ديال الحوايج. فداكشي علاش قلت ما غاديش نقدر، وانا عارفه جهدي وعارفه ماكلتي وعارفه راه ما غاديش نقدر على الولاده الطبيعيه، صعيبه عليا بزاف. انا هادشي اللي قلت والتجأت نيشان الولاده القيصريه. وكان الطبيب ديما تيقول لي في اي مشيه، تيقول لي بدلي الراي ديالك، خليك زيدي فكري زيدي هذا، ولكن انا كنت مانسيستي انني نولد ولاده قيصريه، ما بغيتش ولاده طبيعيه، لانني انا عارفه كل واحد كيكون عارف راسو، وكل واحد عارف جهدو علاش قادر. فوالا هادشي علاش اختاريت الولاده ديال العمليه. بالنسبه لواش فت وقتي، لا بالعكس، فاش كتكوني دايره واحد الولاده بروغرامي. انا ولدت في الاسبوع 39، دونك الناس كيولدوا حتى الاسبوع 40، يقدروا يزيدوا اكثر شويه الا كانوا غيولدوا نورمال، ولكن انا فاش كتكوني غادي تولدي بالعمليه وما عندك حتى شي مشكل، كلشي هو هذاك، فكيبروغرامي معاك الطبيب او الطبيبه ديالك الاسبوع اللي بغيتي. يعني انا فاش مشيت ما مشيتش على غفله، وتسنيت صراحه، تسنيت حتى الاسبوع 39 وما جانيش الحريق، ما جاني لا حريق لا حتى شي حاجه، ما جاني والو، غير هو انا تقلت بزاف. دونك انا كنت كنبان فحال لا عندي توام، والله القسم كرش مع ديجا انا كانت عندي الكريشه وتزادت مع الكرشه ديال الحماله، فوليت متقله بزاف. المهم كما قلت لكم انا ولدت في الاسبوع 39، ما وصلتش ل 40، وفي الاسبوع 39 ما جانيش فيه الحرق. ما عقلتش على النهار بالضبط اللي كنت مشيت فيه، والله ما عقلت البنات. مشيت نهار السبت. دونك نهار السبت كنت مشيت، انا مازال عاقله. فهذا ما كان دي رباب، شكرا بزاف. فقالت لي شحال بقيتي كتنعسي على ظهرك مده طويله، لدرجه انني دابا تنكره النعس على الظهر. دابا انا فاش تنحط ولدي كنبقى نشوفو ناعس على ظهرو تنقلبوا على جنابو، لحقاش انا كنحس بيه بحال داك الاحساس اللي كيجيني، كنحس بلي راه حتى هو غيجي. فنعست على ظهري بزاف. تخيلي 3 ايام ديال العمليه. دونك 3 ايام ديال العمليه، وسورتو داك النهار الاول كتسطحي، ما عرفتي راه خايبه. انا اللي كنتفكر داكشي خايب. ولكن شوفوا ما تشوفوش تجربتي انا وتحكموا عليا وتخافوا، كل واحد وتجربته. عرفتوا راه كاين اللي كتولد سيزاريان كتنوض من نهارها الاول تبارك الله، كتمشى، كتخرج في النهار الثاني، كاينه اللي ما كتكملش الثالث. فكل وحده ولو كور ديالها كيفاش كيتماشى مع داكشي. فكما قلت لكم بالنسبه لنا النعسه ديال الظهر بقيت مجبده على ظهري، ما نقولش لكم راه حتى الاسبوع، وكنت مازال
مازال كنعس على ظهري لان صعيب. عاد مؤخرا وليت شويه كندور على جنابي، عاد مؤخرا والله. اولا كيجيني الحريق في البلاصه ديال لوبيراسيون، لحقاش كدوري داكشي كامل كيتقلب عليك هكا. ثاني حاجه كان كيجيني الحريق في صدري، فسي نورمال فاش كدوري هكا اولا كتقيسي صدرك ولا شي حاجه كيجيك الحريق، فهذه حاجه طبيعيه. فكما قلت لكم طولت انا في النعس على الظهر، طولت. دابا تنكره شي حاجه سميتها النعس على الظهر، كرهتها لحقاش اون فوا تنتمد على ظهري تيجيني داك الاحساس اللي كنت حاسه به كيجيني، و كتجيني ديك الترويعه ديال البنج، كتجيني ديك القفقافه ديال البنج. مهم ما تنحملش نعس على ظهري. الله يفك وحيلك على خير. الله يفرحك بالوليد ولا البنيته اللي غادي تجيبي. سينو بالنسبه لاول وقفه صعيبه انا جاتني بزاف. انا نقول لكم علاش. فاش تكونوا في لا كلينيك حاولوا انكم تاخذوا المهدئات، حاولوا انكم تخليهم يديروا لكم القويلبات، واحد جوج ديال القويلبات زوينين البنات، واحد دوليبران والثاني نسيت شنو سميتو. فاش كديرهم بجوج فريمون غزالين، هما اللي ساعدوني على الوقف انايا، ولكن ماشي في الكلينيك. حتى لواحد النهار درتهم عاد بديت كنتمشى، عاد بديت كنوض، عاد بديت كنتمشى. يمكن لا في لا كلينيك، يمكن النهار الثالث النهار الثاني بالليل عاد درتهم وعاد بديت كنوقف. فاش ما كنتش دايراهم غير اون فوا كيوقفوني صافي. كتعرفوا اول وقفه كتبقاي تحسي اولا تتغلبك الدوخه، كتجيك واحد الدوخه خياليه لان كتبقاي شحال وانت ناعسه هكا. ثانيا تيجيك الحريق وكتجيك بحال الرده. عرفتوا واحد الاحساس؟ تخيلوا هادو بثلاثه، وكتحسي سمحوا لي كتحسي في كرشك بحال الا وقفتي الغراز غيطرطق وداك الشيء ديالك ديال كرشك غادي يخرج. هذا هو الاحساس اللي كنت انا حاسه. ولكن اللي غلبني اكثر السخفه. انا كنت كنسخف ليهم صافي كنطيح. انا في الوقفه الاولى ما قدرتش، جاو البنات كيوقفوني ما قدروش يوقفوني، وفقت وضغط وغيبت. بقاو كيضربوا ليا في راسي وتيعيطوا ليا صفاء واش كتسمعي. المهم البنات راه دازت عليا وما بغيتش نصور لكم داكشي لان ما بغيتش البنات يتخلعوا اولا، لان اختي كل وحده وحمالتها. انا مثلا انا راني ناعسه مجبده، وحده اخرى راه نايضه وكتمشى وهذا، فكل وحده ولو كور ديالها كيفاش كيمشي مع داك العمليه ومع دوك الدويات وهادي. فكما قلت لكم انا الوقفه الاولى جاتني اختي صعيبه بزاف لدرجه انني ربي تسمح لي قلت لهم اخر مره نزيد نولد صافي بارك عليا، غير وليد واحد نقريه نوصلو داكشي اللي بغيت، نقدر على التربيه ديالو نوفر له داكشي اللي بغا بركه، لانني شفت راسي ما قدرتش. كلشي كنتخلع عليا. ماما كانت جالسه معايا مسكينه، ماما تقول هي اللي كانت كتولد. ما نقولش لكم كيفاش كانت في لا كلينيك، كانت مرفوعه وصفراء، واخا كيهضروا معاها هي مرفوعه. عمر كذلك فاش شافني ما كيقدرش يشوفني بحال هكاك، سورتو فاش كيبغيو يوقفوني وهذا ما تيقدرش يشوفني بحال هكاك، لدرجه قال لهم صافي ما تعاودش توقف، يخليوها هكاك. عرفتوا كانت صعيبه الوقفه، كانت صعيبه بزاف. قد ما قلت لكم صعيبه قد ما صعيبه بزاف، اقسم بالله البنات. وبقيت كنقول في دماغي هذوك الناس اللي كيديروا لي زوبيراسيون ديال التجميل كيفاش كديروا اختي، كيفاش كديروا تحلوا الكرش وتحيدوا الشحمه وتحيدي هذه وتحيدي الطرف وتزيديه في الطرف وتزيدي. اختي حنا غير حليناها جبدناه مومو رجعنا غير رزنا. بغيت نموت، بغيت نسخف قسما بالله الا انا بعدا بغيت نموت. يمكن داكشي اللي دوزتو صعيب من الولاده الطبيعيه، والله القسم الا دازت عليا ديال بصح. حاجه البنات الا بغيتو ندير لكم فيديو على الاخطاء، ما بغيتش ندخلهم هنايا باش ما يجيش لا فيديو طويله. الا بغيتو ندير لكم فيديو على الاخطاء اللي درت في الكلينيك، في الحماله ديالي درت اخطاء بزاف ديال الحوايج. الا بغيتو باش تجنبوها نتوما، درت اخطاء في داكشي اللي ديت معايا الى اخره. باش تعرفوا كلشي خليوها لي في لي كومونتير، ونزيدوا با خليو لي لايك باش نعرف انا لا فيديو عجباتكم وانكم تفرجتوا، وخليو لي في التعاليق واش بغيتو ندير لكم فيديو على الاخطاء اللي درت زبايل. هما زبايل خاصكم نتوما تتفاداوهم الصراحه، فتقولوا لي في لي كومونتير الحوايج اللي ديت وما احتاجيتش. هذا هو موضوع داخل في الاخطاء. يمكن هما ماشي اخطاء، ولكن نقدر نقول لكم انا من قوه التعب ديالي وقوه العيا، من نهار مشيت ما غسلت وجهي، من نهار مشيت كنت كنصحي بلا لانجات، من نهار مشيت ما مشط شعري، كنت غير كنجمعو بحال هكا كوت شوفال، بقى بديك الكوت شوفال نيت اللي جيت بها بقى بها.
الحويجات حدي لبست حاجه وحده، لبست بيجامه وحده اللي هي ديك الغوز اللي شفتو، ما زدتش لبست لانني كنت فريمون عيانه، وانا ما نقدرش نكون انا في ديك الحاله ونوض نتقاد ودعيات فيا وهي ما كتقولي نوضي تقادي لبسي هادي واخا غير جالسه قادي وهذا، انا ما كنتش قادره لان فريمون دازت عليا الشوب البنات قد ما قلت لكم دازت عليا قد ما قليل دوزتها ديال بصح. ف دابا تنشوف شي وحده حامله ما تنبغيش نكمل نشوفها، تنتبورش، تنشوف شي وحده غادي تولد كنتبورش، المهم بقات فيا داك الكرشي مازال لدابا ما تنقدرش هكا، مازال انا شخصيا سونسيبل مع كرشي، فما بالك شي حد يبغي يقيسني في كرشي، راه ما يمكنش، واخا كرشي صافا بدات كتبرا وهذا، ولكن اختي صعيبه صراحه. فكيف ما قلت لكم ديت معايا بيجامات، ديت زعما ديال 3 جوغ، نهار الاول والنهار الثاني والنهار الثالث. النهار الاول كتكوني بلاش حدي لبست غير فوق سويفات ما، النهار الثاني لبست بيجاما غوز بقيت بها حتى جيت نخرج صافي، حيت الغدا لي نهار الثالث خرجت مع 12 ودرت المستحيل داك النهار. المهم سولت ماما قلت لها فوقاش خاصني نخرج، قالت لي الا ما تمشيتيش راكي ما غاديش تخرجي. درت المستحيل، قلت لها عيطي لهم يديروا لي دوك الكويلبات، يديروا لي الدواء وهذا. انا في الاول كنت متجنبه الدوايات وكنت صابره وحق الله البنات ما بغيتش يديروا لي الدوايات وما بغيتش ندير القوالب، وبقيت ناعسه صابره يعني نتحمل هذاك الالم. ولكن في واحد اللحظه جاتني العطسه بغيت نعطس، اون فوا بغيت نعطس الداخل ديالي حسيت بحال شي واحد دار ليا الكرشي ها صافي، بقيت كنغوت بربي اللي خلقني وتنقول ماما عيطي لهم يديروا لي شي حاجه، عيطي لهم. وعاد جاو داروا لي قويلبات، وعاد شي شويه بديت كنتهدن. هي ديك فاش قالت لي ماما راه الا ما تمشيتيش ما غاديش نمشيو، نضت بالليل ضروري وبديت كنتمشى. واخيب حاجه هي فاش حيدوا لي ديك ديال البيبي حاشاكم داك التيو، فاش حيدوه ليا كيخصك اوبليغاتوار تنوضي للطواليت، دونك انا جيت اوبليجي باش نوض للطواليت، ما عنديش شي حل. فحاولت اجي نوض ما قدرتش، وجابت لي ماما مسكينه بانيو تما غير حدا الفراش، بانيو درت فيه هذا حاشاكم، درت بيبي حاشاكم، ومن بعد رجعت تكيت. المره الثانيه بغيت نمشي للطواليت قالت لي ماما لا غتنوضي على رجليك، قلت لها ماما انا راني ما قادراش، انا عارفه راسي ما قادراش، ولزمتني باش نوض. دونك فاش نضت طحت ليهم وغيبت صافي، لان صافي فاش تشوفي راسك ما قاداش ما تكابريش مع الواحد، يعني ما تديش على الهضره الواحد، صافي ما قادرش راكي ما قادراش، لان راه عرفتو كان كيطلع ليا الطونسيون، واش كيطلع ولا كيهبط ولا ما نعرف. كنت كنسمع واحد الصوت بحال شي واحد كيدير بحال هكا، بحال هذا الصوت مجهد كتعرف شنو هي مجهد، وكتبقى تبان ليا ماما زايده هكا غدا هكا بحال اللي كدور عليا وهي راه غير بلاصتها، شويه كيبدا بحال الالوان كيطفاو ليا، فهمتوا يعني بحال النظر كيبدا يمشي لي شويه بشويه، ايوا بحال كنبغي نغيب. هذا ما كان اختي، فسيري على جهدك وعلى شويه بشويه ان شاء الله، راه ماشي سهله، راه 7 ديال الطبقات، وعادي الا كانت عندك الشحمه اختي راه ما عرفتش شحال من طبقه غادي يحلوا ليك. فبلاتي سولتنا على الابره ديال الظهر، وسولتنا على بلاتي نتفكر على واش حطوا لي شي حاجه ثقيله على كرشي وبركوا لي على كرشي. واخا اختي اولا الابره ديال الظهر ما حسيتش بها، غنقولها لك ما حسيتش بها بحال ما داروا لي والو، ما حسيتش بها بتاتا بحال ما دار لي حتى شي حاجه. والمبنجه براسها قالتها لي شوفي راكي ما غتحسي بوالو، بلا ما تخلعي بلا ما تنفعلي بلا والو، راه ما غاديش تحسي بحتى شي حاجه. وفريمون ما حسيت بحتى شي حاجه، وحق الله البنات اللي ضراتني هي داك السيروم اللي تيديروه هنا، ديك الشوكه اللي كيديروه هنايا راه تكون باقا ديالها طراس انايا واقيلا، عرفتوا ديك الشوكه هي باقا ما براتش، هي هنا نقطه ديك الشوكه اللي كيديروه هنايا في الاول ما ضراتنيش، ولكن فاش بقاو نهار على نهار هما كيديروا في لي سيروم وديك الشيء صافي عرفتوا هاد البلاصه طابت ليا وتنفخات لي، حتى جات السيده حيدات ليا ديك الشوكه لان فريمون قاصحه. فكيف ما قلت لك اختي بالنسبه للشوكه ديال الظهر انا ما ضراتنيش، وعلى حساب المبنج كنظن على حساب المبنج، وحتى دابا داكشي تطور ما بقاش بحال شحال هادي، بزاف الحوايج تطوروا، الناس قراو، الناس زادوا قراو زادوا عرفوا لا تكنيك كتار، بزاف ديال الحاجات. دونك انا ما تقصحتش. بالنسبه لواش بركوا لي على كرشي واش حطوا لي شي حاجه ثقيله، فاش يلاه طلعوني لا شامبر ديالي نعس، وجات حطات لي واحد الكيس ثقيل يمكن فيه الرمله ولا الحجر ولا ما عرفتش شنو فيه، حطات لي واحد الكيس ثقيل على كرشي، ما حسيتش لحقاش كان ديجا باقي فيا البنج فما حسيتش.
وفاش جاو يحيدوه حيدت لي هذاك وبقات كتبرك لي على كرشي واحد شويه شويه كيزيد الحريق مي ماشي بزاف لحقاش كيكون البنج باقي، فبقات كتبرك لي على كرشي واحد شويه. ما عرفت صراحه علاش كيبركوا في الكرش، تتخليو ليا في لي كومونتير الا عارفين، ولا عارفين حتى علاش كيحطوا داك الكيس فوق الكرش ثقيل قولوا لي في لي كومونتير. انا صراحه والله ما عرفت علاش وما سولتش. اللي ما كنتش غندوزو قلت ندوزو اللي هو واش مازال عندك وقت لراجلك، يعني راجلك دارك اون جينيرال، لان العيالات فاش كيولدوا كيهملوا راسهم كيهملوا دارهم كيهملوا رجالاتهم الى اخره. فالا بغيتوني ندير لكم فيديو خاص على هذا الموضوع خليوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش لي لايك باش نقدروا نتقربوا اكثر بعضياتنا، نهضروا اكثر، نشاركوا افكارنا. شحال من حاجه كتنفعوني بها صراحه ما نكذبش على الله، شحال من حاجه كنقراها في لي كومونتير كنتنفع بها من عندكم، فشكرا بزاف لكم. هادشي كنبغي ندير بحال هاد كيسيون ريبونس، حيت كل وحده كتفيد وحده، كتفيدوني حتى انا، كنشاركوا التجربه ديال بعضياتنا. وهذا ما كان، وانا كنقول لكم لا فرق بيناتنا البنات. ما عمرك تحسي انني انا زايده عليك ولا شي وحده زايده عليا ولا وحده زايده عليك، ولا انا فقط انسانه طبيعيه بحالي بحالك اختي انت اللي كتفرجي فيا. غير هو الفرق بيناتنا انا كنشارك حياتي وكنشارك وجهي وكنشارك نهاري، كنشارك افكاري في السوشيال ميديا. انت محتفظه بحياتك في بينك وبين راسك، هذا هو الفرق، فلا فرق بيننا. فهذا ما كان الكويدات. ندوزو سؤال واحد اخر بشده من عند الناس المقربين، من عند الناس، من عندكم، من كل شيء. قالوا لي صفاء واش ندمتي على السيزاريان؟ ابدا ما ندمتش، يعني لو تصابيت نحمل مره اخرى الله يحفظ ماشي دابا، عافاك سيدي ربي ماشي دابا والله ما قاده، يا ربي يا ربي راه ما قداش. فكما قلت لكم الا كتاب وحملت فربي كيعطينا اي حاجه فيها الخير. بيان سور راهي تنضحك، غير هو راكم عارفين كتكوني مازال عيانه مازال مسكين وليد صغيور الى اخره. فكما قلت لكم الا كتبت وحملت فغادي نختار سيزاريان مره واحده اخرى، لان ما نقدرش على الطبيعي. انا عارفه راسي مستحيل نقدر على الطبيعي، غادي نكمل سيزاريان وزعما ما ندمتش، لان كون كان يتعاود الامر من الاول يقولوا لي ها انت جربتي السيزاريان واش ديري طبيعي، نقول لهم لا طبيعي لا، غادي نختار سيزاريان. لان انا انا الحمام ديال العيالات ما كنمشيش ليه، الحمام ديال العيالات من بلغت وكبرت ما كنمشيش ليه، ما كنمشيش مع ماما، ما كنمشيش للحمام ديال العيالات، كنغسل بوحدي. ف ما كنمشيش هكا حتى مع مثلا ما كوبين هي فاش كتكون غادا لشي سبا اولا انا انفيتيوني لشي سبا نمشي، ما كنمشيش لانني ما انا هكا دايره، انا اختي هكا دايره، ما عزيزش عليا داكشي وما عزيزش عليا، كنحس براسي ما عرفتش ما كنكونش مرتاحه بحال ديك الامور هكا حمام مخلط، واخا كيكونوا عيالات وهذا ولا حمام بوحدك ولا كنبقى ديما متحسه من داك الامر، ما جيم با. فكما قلت لكم بيان سور كو الولاده راه اكثر كتكون البوزيسيون راكم عارفين هكا، دفعي جبدي اري بنتي ديري يدو اري كدا هادي انا ما نقدرش اختي، وداك الوضع ما تعجبنيش. انا كلينيك ولدتي هو ماشي اشهار، داكشي ما شاركتش معكم في الاول، لانه قلت لكم خليوني البنات نمشي لا كلينيك ونولد ونشوف التعامل عاد نشاركوا معكم. فمشيت لا كلينيك وولدت وخرجت على خير وبخير وشفت التعامل. فانا ولدت في كلينيك ميموزا، جاي في السونتر ولا في شونط كورس، ما عرفتش ديك بلاصه بالضبط، واخيلا شونط كورس في شونط كورس، كلينيك ميموزا. تعامل رائع، تعامل رائع جدا 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 جدا. تعاملوا معايا زوين بزاف سورتو في لان ديجا الطبيب والده عنده مرات ولد خالتي، والده عنده بنت خالتي، فديجا عندنا معاه كونتاكت. زدت انايا واش نقول لكم داز زوين، النهار ديال لوبيراسيون داز زوين، العمليه داز زوينه. تخيلوا في العمليه تلقوا لي الموسيقى باش يتلفوني على داك، حيت انا راكم عارفين غتخلعي لا طونسيون المشاكل كيطراو، فداروا لي موسيقى. كان التعامل زوين، تصورنا اونصومبل. انا حطيت لكم في الفيديو ديال الولاده داكشي، ديجا حطيت لكم في انستغرام، فتصورنا مجموعين. الدكتور غزال كتعرفوا قد ما قلت غزال قد ما قليل، فالدكتور غزال اللي هو الدكتور الواسطي، راه ديجا واحد انت مسولاني ولكن غنجاوبك هنايا النيت. فهو الدكتور الواسطي سمير الواسطي غزال البنات، غزال خدمته نقيه كيحمق، ما تنقصدش عليها زعما الزين،
تنقصد تعاملا كيحمق، كيخليك ديما مرتاحه، حتى شي حاجه ما واقعه، كيلعب لك على النفسيه اكثر، يعني كيلعب لك على النفسيه، كترتاحي، ما كيبقاش فيك داك لو تراك، كيضحك معاك، نشوطي الى اخره. فكما قلت لكم نهار ديال الولاده بقينا كنهضروا هكا مجموعين، هما خدامين ليا في كرشي وتنهضروا مجموعين، تنتصوروا، تنضحكوا، تنشطوا، وزعما الخدمه غزاله 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 غزاله، ويديه فنه. عرفتوا دابا العمليه ما كتبانش، كيبانوا عندي غير دوك الخطوط ديال الجبد اللحم هما اللي عندي، اما الغراز ما كاينش، بحال ما درت والو، بحال كذبت انا ما والداش، انا غير كذبت. فاش غنقول لكم البنات، فريمون خدمته زوينه، ولا كلينيك الميموزه راه ديالو. دونك البنات اللي بغاو يمشيو سيروا البنات لا كلينيك اولا سيروا عنده، انا كنصحكم به، غزال وغيعجبكم التعامل معاه. وراه ماشي غير اخصائي يعني غير في الولاده، حتى في الناس اللي تعطل لهم الانجاب، يعني النساء اون جينيرال. فسيروا عنده البنات، راه فريمون خدمته زوينه. هو جاي في الاطلس، الكابينه جايه في الاطلس، والكلينيك ديالو جايه في شونط كورس. دونك هادشي اللي غنقدر نقول لكم، تعامل غزال والله يعمرها سلعه، هو وليكيب ديالو. هذا من سينون لي زامي، كانوا هادو هما لي كيسيون اللي تطرحوا عليا بزاف. ولا عندكم شي سؤال انا ما دوزتوش هنايا اولا ما شفتوش، فسمحوا لي بزاف، لان كانوا بزاف الاسئله، وحاولت انا نختار داكشي اللي متكرر بزاف واللي البنات غادي يحتاجوا، غادي يبغيو ياخذوا منه هكا معلومات، اولا يشوفوا تجربتي انا شخصيا كيفاش كانت. فلا فيديو ديالنا كانت هي هذه، تنبغيكم بزاف بزاف، ونشوفكم ان شاء الله فيديو جاي، وباي باي عليكم.